السلام عليكم عشاق المستديرة ومتابعي القناة. مرحبا بكم في حلقة جديدة وتفصيل جديد. اليوم غنحلو الماتش اللي يجمع بين الوداد الرياضي وأولمبيك آسفي اللي سال بفوز شاق ولكن مهم جدا للوداد بنتيجة 1-0. ماتش تكتيكي بامتياز، شفناه مسدود ومزير وكتلعب على جزئيات بسيطة. قبل ما ندخلوا في التفاصيل ديال الخطة وكيفاش الوداد قدر يفك شفرة الدفاع المستديوي، ما تنساوش تخبطوا داك زر اللايك، ديروا سبسكرايب يلا كنتو جداد، ويلا نبداو. يلا جينا نشوفوا الشوط الاول. غنلقاو بلي السيناريو كان متوقع. الوداد داخل باش يفرض الاسلوب ديالو، يشد الكرة ويحاول يلقى ثغرات. وفي المقابل اولمبيك اسافي دخل بواقعية كبيرة. المدرب ديال اسافي لعب ببلوك طايح، سد كاع المنافذ وقرب الخطوط لبعضياتها باش ما يخليش المساحات اللاعبي الوداد في وسط التيران. الوداد لقى صعوبة كبيرة باش يخترق هذا الجدار الدفاعي. اللعب كان كيميل شوية للبطء في بناء الهجمة، والاعتماد كان بزاف على العرضيات اللي كانوا المدافعين ديال اسافي كيتعاملوا معاها بكل سهولة. اسافي من جهته كان كيتسنى غير الغلطة باش يضرب بالمرتدات السريعة، ولكن دفاع الوداد كان واقف مزيان وما خلاش ليهم فرصة. الشوط الاول سال بصفر صفر، وكان باين باللي الماتش غيتحسم في شوط المدربين. دخلنا للشوط الثاني، وهنا بانت اللمسة التكتيكية. الوداد كان خاصو يسرع الريتم، حيت كل ما تعطل الهدف كل ما الضغط كيتزاد على اللعابة وكينقص على اولمبيك اسافي. اللي تبدل في الشوط الثاني هو الحركيه ديال لعابه الوداد بدون كره، ولينا كنشوفوا تنويع في اللعب، مره اختراق من العمق ومره تفعيل ديال الاطراف اللي بداو كيخدموا مزيان. الضغط العالي اللي داروا الوداد خلى اولمبيك اسافي يتراجع اكثر، وبداو كيبانوا مساحات صغيره اللي استغلها الوداد باش يسجل الهدف الوحيد في الماتش. الهدف جا نتيجه نصف فرصه، وهذا الشيء كيبين قيمه الفرق الكبيره اللي كتعرف كيفاش تربح في هذا النوع ديال الماتشات المسدوده. من بعد الهدف اولمبيك اسافي كان مضطر يخرج من القوقعه الدفاعيه ديالو ويقلب على التعادل. شفناهم طلعوا البلوك وبداو كيبنيو هجمات خطيره، خصوصا في الدقائق الاخيره ديال الماتش. ولكن هنا خاصنا نعطيو الكريدي لدفاع الوداد والحارس المرمى اللي بقاو مركزين 100%. الوداد عرف كيفاش يقتل الريتم في الدقائق الأخيرة، واستعمل الخبرة ديالو باش يحافظ على النتيجة ويخرج بكلين شيت. أولمبيك أسافي قدم ماتش محترم تكتيكيا، ولكن الفعالية كانت من نصيب الوداد. يلا بغينا نلخصو هاد الماتش. الوداد خدا الأهم وهو 3 ديال النقاط. في هاد المرحلة من البطولة الأداء المتعة ماشي ديما كيكونوا حاضرين. الأهم هو كيفاش تربح الماتش واخا تكون الظروف صعيبة والخصم منظم. بالنسبة للوداد الرباح غيعطي شحنة معنوية كبيرة وثقة للفريق باش يكمل في المسار ديالو. بالنسبة للأسافي ماتش للنسيان من ناحية النتيجة، ولكن من ناحية الانضباط التكتيكي الفريق وراه باللي صعيب يتخترق وغادي يخلق مشاكل لفرق أخرى. هذا كان تحليل ديالنا لماتش الوداد أولمبيك أسافي. دابا الدور عليكم نتوما، كيفاش جاكم أداء الوداد اليوم؟ واش بان لكم الفريق مقنع ولا كان ممكن يدير ما أحسن؟ وخليونا رايكم على التكتيك اللي لعب به اولمبيك اسافي. كتبوا لي الاراء ديالكم في لي كومونتير لتحت، كنجاوبوا على كل شيء. ما تنساوش تشاركوا الفيديو مع اصحابكم. تهلاو في راسكم ونتشاوفوا في فيديو جديد. بياس.